اقول لك اللي فيه كذا منتج انت حضرتك تقدر تشتغل عليه وتعمل احلى فلوس. سبق قبل كده واتكلمت في فيديو اللي هو فكره المشروع ال 69، واتكلمت اللي الشباب تقدر تنزل تشتغل وربنا يكرمها تشتغل مندوب سيلز. وقلت لكم هكلمكم على المنتجات اللي انت تقدر تشتغلها. عندك مثلا منتجات زي البرفانات، ده منتج مستهلك على طول. عندك منتج زي مكن الحلاقه، عندك زي الحجره القلم، عندك زي الولاعات. في ناس كتير قوي بترفض فكره الولاعات عشان السجاير. الناس دي مريضه مالكش دعوه بيها، لان الولاعات دي بتستخدمها في كذا استخدام، عامله زي الموبايل كده والتلفزيون والكلام ده كله. فالناس المريضه اللي زي دي اللي هي بتشوف لكل حل عقده ابعد بعيد عنها. تمام. خلي بالك انت تقدر تعمل حاجات كتير جدا، وتقدر تشتغل، وتقدر تكون احسن واحد بص في العالم كله، وتقدر تشتغل. بس المشكله كلها ان انت تكسر حاجز الخوف وتبدا. صدقني لو قدرت تكسر حاجز الخوف وتبدا، ربنا هيكرمك ويرزقك من واسع فضله. والله العظيم يا جماعه اعرف واحد كسر حاجز الخوف ونزل يشتغل. كان بيشتغل بولاعات ومكن حلاقه وحجره والكلام ده، وكان بيلف في الشوارع. قال لي لاخوه تعالى انزل معايا واشتغل. اخوه ما رضيش. يا عم تعالى ما تقلقش. اخوه لا، ازاي انا انزل اشتغل بحاجه زي كده؟ طب ما حضرتك كده كده انت قاعد في البيت ما بتعملش حاجه. انزل. نزولك في الشارع اللي انت تقابل ده وتكلم ده وتعمل ده، هتلاقي نفسك تعمل علاقات وتعمل فلوس وتبني مستقبل لنفسك. مش معنى كلنا خريج جامعات وكلنا خريج مدارس، مفيش حد النهارده مش خريج جامعه ولا خريج مدرسه. بس مش اول ما تتخرج من الجامعه او اول ما تخرج من المدرسه هتلاقي الشغل مستنيك. لازم تسعى، سواء بقى تسعى تعمل مندوب، تشتغل مندوب سيلز، او تشتغل هنا، او تشتغل اي شغلانه ايا كان هي. حسب الشغلانه اللي هتتوفر لك هتقدر انت تشتغلها وتطلع تتوكل على الله. بس المهم ان انت تطلع وتشتغل وتعمل علاقات وتبني نفسك. انت لسه في مجال العمل لسه جديد، فمش اول ما هتبدأ جديد هتبقى راجل اعمال. لا، لازم تاخد السلم من اوله. تحياتي للجميع.